ما تيجي نشخبط الراجل ده كده. اول حاجه برسم بالقلم الرصاص طبعا السكتش المبدئي اللي انا هرسمه علشان احدد عليه الخطوط الاساسيه، زي مثلا في الاول بحدد الشكل الخارجي للوش. وهنا استخدمت شكل دايره مع شكل قول مثلا شبه منحرف كده تحت. وادي الرقبه وادي الياقه بتاعت التيشيرت او القميص نخليه تيشيرت. ومثلا علامة الزائد زي ما دايما بنتكلم، الخط اللي بالعرض برسم على العينين، ممكن اكبر العين جدا. ممكن اخلي المناخير كبيرة او خليها عادية، بلاش تبقى كبيرة قوي، بحيث ان احنا ما نبالغش في كل حاجة، خلينا بس نبالغ في العين نخليها جاحظة كده. والودان برضو عادية. طبعا الودان والعينين في نفس الخط اللي بالعرض في نفس محاذاة بعض زي ما دايما بنشرح. الوش معضم او الوش رفيع. ممكن اخلي نن العين مثلا في النص مبرق كده بعينه جاحظة كده، فاهم؟ وبحدد عظم الوش، والمنطقة بتاعة البق دي بتخيلها عبارة عن دايرة داخلة في دايرة علشان نرسم عليها البق، فيديني شكل واقعي أكتر خلينا نقول. وادي الشعر على الجنب ده وشعر على الجنب ده والراجل الأصلع في النص، كل ده برسمه بالقلم الرصاص. وبحدد بقى، بقعد أفكر مع نفسي أنا هعمل إيه. الحواجب مثلا هنا طبعا مش محدد تعبير معين أو مش محدد قصة معينة ورا الراجل اللي انا برسمه. فطبعا ده مش حلو، يعني احنا عاوزين ان احنا ابقى محدد ان انا برسم مثلا شخص فرحان، شخص زعلان، شخص غضبان، اي حاجة. لكن خلينا مثلا بنرسم الراجل ده بيتصور صورة 6 في 9، خلينا نقول يعني مجازا. بغمق الجاكيت اللي هو لابسه بحيث ان يبقى فيه فرق ما بين الجاكيت والقميص او التيشيرت اللي تحت الجاكيت. علشان الناس اللي اول مرة تشوف الشغل بتاعنا واول مرة تتابعنا، خلينا اقول لك ان احنا عاملين كورس لرسم الجسم وكورس تاني لرسم الوش. طبعا رسم الوش بتعبيراته، رسم الجسم بحركاته، بكل حاجة، مش بنرسم شخص ثابت من فوق لتحت. لو مهتم بالموضوع ده ابعت لي رسالة بس ابعت لك تفاصيل الكورسات لو انت حابب ان انت تتعلم بنفس الطريقة البسيطة اللي احنا بنرسم بيها. بغمق الشعر هنا وهنا. طبعا كل ده بالقلم الرصاص، يعني القلم الرصاص هي مرحلة التفكير ان انت بتفكر اعمل شعر كده ولا اعمل شعر في النص ولا اعمل تجاعيد مثلا فوق القورة تحت العين. هل كده يعني مساحة العين او القبر بتاع العين او حجم العين كفاية؟ هل محتاج ان انا ازود شنب ولا لا؟ هل محتاج ان انا ازود دقن ولا لا؟ الكلام ده كله، كل ده بتفكر مع نفسك والتفكير بيبقى وايدك شغالة. وده بيبقى ايه بالقلم الرصاص. لا يعني لو في فكرة كده يعني انت شايف انها مش مظبوطة او مش حاببها، بترجع فيها او بتمسحها خالص. اعتقد كده شكله مقبول الى حد ما. وزي ما اتفقنا ان احنا بنلعب، يعني هات اي ادوات قدامك. يعني انا مثلا قدامي لون فلوماستر كده احمر، هو ده اللي قدامي. ممكن اعمل له زي ستروك كده او يعني لاين خارجي او خط خارجي كده، اشوف هيحصل ايه. بيبقى لاين بس كده من بره، مش بلون. لا هو بس انا بمشي من على الخط الخارجي. يعني التجارب دي بتفتح معاك افكار كتير جدا، يعني وانا بعملها دلوقتي هي ملهاش يعني ملهاش لازمه، بس ممكن تفتح لي فكره اشتغل عليها، اكون متارجت بيها يعني ستايل معين او حاجه معينه. تعال نجرب مثلا نجيب قلم خشب وليكن برتقاني مثلا، هو ده اللي قدامي. يعني مش هقول لك انا ليه بجيب الالوان دي. ويعني اديله اضاءه كده جايه من على يمينه، يعني اضاءه ضاربه فيه كده. هو ده اللي احنا دايما بنقوله، اي ادوات قدامك اشتغل بيها، قلم خشب، قلم فلوماستر. ممكن اجيب قلم التحبير واخليه بقى بدل الرصاص ده احبر بقى، يعني اخلي الرسم بالقلم الاسود. تمام. كان ممكن ان انا احدد ده قبل ما اعمل الكلام ده كله، لكن هي الفكره جت وانا قاعد معاك كده بنتكلم. فهي متعه الرسم او متعه ممارسه الهوايه ان انت بتجرب حاجات بتسيب دماغك هي اللي بتشتغل من غير ما انت تكون مسيطر على افكارك. اقعد انا بقى ايه ارسم شخبطات كده، ادوس كده على الخطوط اللي انا رسمتها في رسم الوش، في ازاي ابرز العظم بتاع الوش، الشعر مثلا، ازاي يعني ان انا اغمقه. اكيد الوضع بقى افضل بكتير من مجرد قلم رصاص خفيف. كل ده انت بتجربه مع نفسك، وكل ده بيفتح لك افكار جديدة. مش لازم توصل لافكار معينة بالرسمة اللي انت بترسمها دلوقتي.
طول ما أنت إيدك شغالة، طول ما هتوصل لأفكار، ما تفكّرش وأنت حاطط إيدك على خدّك، دايمًا قدّامك أدواتك وقاعد تشتغل، إيدك بتشتغل مع الأفكار اللي أنت بتفكّر فيها دلوقتي، ودايمًا بنأكد على ده بالنسبة للناس اللي بتشتغل معانا في الكورسات، ما تتفرّجش على فيديوهات، الفيديو الشرح فيه بسيط والرسم فيه سهل جدًا وإيه السهولة دي والموضوع بسيط، لكن من غير ممارستك بإيدك أو شغلك بإيدك عمرك ما مستواك هيتطوّر، وعمرك ما هتستمتع أصلًا بالهواية، لإن أنت مش بتشتغل بإيدك مش حاطط إيدك في الموضوع، أنت بتتفرّج بس. اكتفائك بدور المشاهد مش هيخلّينا يعني نحصل على أي فايدة، ولا فايدة من إن مستواك يتطوّر، ولا حتى من إنك تستمتع بوقتك وأنت بتمارس هواية. تقبّل نَفْسك جدًا وأنت مبتدئ، ما تقارنش نَفْسك بمستويات حد تاني، طالما أنا رسمت رسمة وحاسس إن أنا مبسوط بيها والفكرة اللي في دماغي وصلت، حتى لو بترسم مجرد شخبطات، مجرد خطوط يمين وشمال، ما فيش فيها مشكلة خالص. إحنا دايمًا بننادي بده، اللي هو أنت اشتغل الهواية أو مارس الهواية علشان تستمتع بيها. وإحنا دايمًا بنرسم عامةً بطريقة بسيطة جدًا، ما فيش فيها قواعد، ما فيش فيها طريقة أكاديمية، مش هاقول لك إن إحنا بنشرح بطريقة أكاديمية خالص، لكن بطريقة الدواير والمربعات وإزاي توظّفها، وإزاي بخطوطك البسيطة تقدر إن أنت تطلّع رسمة تقول أنا باعرف أرسم. حتى لو خطوطك طالعة مش مضبوطة، أنت من حقك تمارس هواية وتستمتع بيها. أجرّب أزوّد أصفر كده بالفلوماستر بس فاضي خالص للأسف، فما فيش نتيجة، فقُل لي رأيك في اللي وصلنا له.